ازيكم؟ انا خالد، عمري 28 سنة. مفروض اني كنت ابقى دكتور، لكن للاسف ما قدرتش اخلص الكلية بتاعتي لان كل سنة بطلع بمواد. حكايتي ممكن ما تكونش حكاية جديدة عليكم، بس الغريب ان الخوف والرعب يجيلك من اقرب الناس. بعد الامتحانات وبعد للاسف ما ظهرت النتيجة، كالعادة طلعت بمواد برضو. والدتي اقترحت عليا ان اروح بلدنا واقعد في بيت العيلة هناك بما انه فاضي، اصفي ذهني شوية. يمكن زي ما بيقولوا الاقي ضليتي هناك. بيت العيلة بتاعنا كان في قرية بعيدة شوية عن القاهرة، في نفس الوقت بعيد عن الدوشة والزحمة. البيت كان مهجور بقاله سنين. والدتي كانت بتأكد لي إن البيت بعد وفاة جدتي ما فيهوش حد، ولازم أروح بدري شوية عشان أقدر أقعد فيه، أنضفه بقى وأظبطه شوية. سمعت كلامها وخدت أول قطر ونزلت على بلدنا هناك. أول ما وصلت حسيت إحساس غريب شوية. حسيت إن في حاجة غلط، أو إني مش لازم أكون موجود هنا. فتحت البيت، طبعا باين عليه إنه مهجور بقاله سنين من يوم وفاة جدتي. بالمناسبة جدتي عاشت تقريبا 112 سنة، كانت من الناس المعمرة في البلد. جدتي أرواح كانت من الشخصيات الغامضة في حياتي. معرفش ليه والدتي ما كانتش بتكلمني عنها كتير، ووالدي مش بيحبها. معرفش، بس يعني كانت دايما شخصية غامضة جدا. أول ليلة بت فيها في البيت، بعد ما ظبطته ونضفته، صحيت على صوت حد بينادي اسمي بصوت واطي جدا: خالد، خالد. ما اكدبش عليكم، افتكرت اني بحلم او حاجة. لكن اول ما فتحت عينيا لقيت باب الأوضة مفتوح، وانا متأكد اني قفلته. قلبي دق بسرعة، بس قلت اكيد الهوا. نمت وكأن مفيش حاجة حصلت، وعادي قضيت تاني يوم مفيش مشكلة. نزلت البلد شوية، بصيت عليها. ما اكدبش عليكم، هدوء فعلا، وتظبط نفسيتك. تاني ليلة النور قطع فجأة وانا قاعد في الصالة، والبيت غرق في ضلمة. يمكن لو انت ساكن في مدينة او قرية ريفية هتعرف معنى ان النور يقطع. هتلاقي كل اللي حواليك ضلمة، بس مش مشكلة، انا اتعودت على كده برضو في القاهرة. فتحت الفلاش بتاع الموبايل وسمعت صوت خطوات بطيئة جاية من الدور اللي فوق. بصراحة قلقت لأن ما كانش في حد غيري في البيت، أو على الأقل ده اللي كنت فاكره. قلت يمكن قطة، يمكن فار. ما تخيلتش في دماغي ايه اللي هيكون فوق، بس طلعت السلم وقلبي كان بيدق بسرعة رهيبة. وصلت للدور التاني وكل الأوض مفتوحة رغم إني كنت قافل كل الأوض. بصيت حواليا، مفيش أي حاجة. وفجأة لمحت عند آخر الطرقة كأن حد بيضحك أو حد بيبص لي، بس حد واضح إن هو
مش قادر يمشي أو مش قادر يقف. حد قصير شوية، مش طويل، مش شكل بني آدم أصلا. النور جه مرة واحدة، لقيت إن مفيش أي حاجة عادي، مجرد صورة جدتي محطوطة على الحيطة. جدتي أرواح ما كانتش بتحب الصور كتير، ملهاش تقريبا في البيت إلا الصورتين دول، صورة في نهاية الطرقة، هي صورة كبيرة شوية لكن مش مشكلة يعني، ما حسيتش بخوف وقتها. جت الساعة 10، قررت إن أنام، لأن حقيقي كنت مرهق اليوم ده جدا. وأنا نايم وللمرة التانية أصحى على صوت بينادي عليا، صوت بينادي بشكل خافت جدا، يكاد يكون مش مسموع. المرة دي كنت سايب باب الأوضة مفتوح، عشان بس تكونوا فاهمين اللي أنا بقصد عليه. الأوضة قدامها الطرق على طول. قمت من مكاني كده وقعدت على السرير وبصيت، يمكن أكون بتهيألي، لقيت نفس الكيان اللي كان واقف المرة اللي فاتت مكان صورة جدتي، وزي ما يكون بيقرب عليا، وبرضه عمال بيقول اسمي. بدأت أعرق، حاولت أفتكر أي صورة من القرآن أقراها، بس للأسف مع التوتر اللي كنت فيه مش فاكر أي حاجة. حاولت أصرخ بس برضه مفيش فايدة. كل ما الكيان ده كان بيقرب كل ما الدنيا كانت بتبقى تلج أكتر وسقعة أكتر، على الرغم من إننا في الصيف. وفجأة